النهاردة هنغوص في مادة شيقة جدا، مقتطفات كده من حوار بودكاست لمس موضوع حساس ومهم لينا كلنا: العلاقات الإنسانية. معنا أفكار من ياسر الحزيمي عن فلسفته في الموضوع ده. بالظبط، المصدر ده بيقدم رؤية بتبدأ من الأساس خالص، علاقة الإنسان بربه وبعدين بنفسه، وبعد كده بقى بيتفرع للعلاقات الاجتماعية والتحديات بتاعتها في عالمنا دلوقتي. تمام. تحليلنا هيحاول ياخد أهم الأفكار دي ونشوف إزاي ممكن نفهم بيها نفسنا وعلاقاتنا بشكل أعمق شوية. طيب، خلينا نبدأ من الأساس اللي بيطرحه المصدر، فكرة إن كل العلاقات، وبيقول حتى العلاقة مع الله، قايمة على الحاجة. إزاي دي؟ هي الفكرة المحورية إن فهم احتياجنا ده هو البداية، لازم نعترف بيه الأول. آه. وبالنسبة للعلاقة مع الله دي بيعتبرها المرتكز الأساسي. المصدر بيوضح إن الإيمان بوجود رقيب، يعني قوة عليا، ده بيغير طريقة تعاملنا مع الحياة والناس. تماما. إزاي يعني؟ يعني بيخلي فيه مساحة أكبر للتسامح، للرضا بالقدر، وبيحط هدف أسمى للحياة نفسها، هدف مش بس مادي أو دنيوي، في بعد روحي كده. ده يخلينا نفكر في علاقتنا بنفسنا اللي المصدر بينتقل ليها بعد كده على طول. نقطة تقدير الذات وقبولها دي أساسية، مش كده؟ تماماً، أساسية جداً. المصدر بيعتبرها حجر الزاوية عشان تبني علاقات صحية مع الناس، وبيفصل تفصيل دقيق ومهم قوي بين 4 حالات للنفس. 4 حالات؟ إيه هم؟ بصي، الثقة بالنفس، ودي لما تكون حاسس بقدرتك وقدرتك دي موجودة فعلاً. والغرور لما تكون حاسس بقدرة وهي مش موجودة أصلاً. مفهوم. وعلى الناحية التانية احتقار الذات، إنك مش حاسس بقدرتك رغم إنها عندك. وأخيراً الوعي بالذات، ودي القمة بقى، إنك مدرك إن القدرة دي مش عندك وهي فعلاً مش عندك. ياه، التفريق ده دقيق فعلا. طب والناس التانية، الآخرين، بيدخلوا فين في الصورة دي؟ المصدر ذكر تشبيه المؤمن مرآة أخيه. بالظبط كده. التشبيه ده معناه ببساطة إن الناس اللي حوالينا ممكن يساعدونا نشوف حقيقتنا أوضح، الحلو والوحش. زي المراية فعلا. أيوة، عشان كده إنك تتقبل النقد البناء ده جزء أساسي عشان تطور نفسك. بس في نقطة تحذير مهمة قوي هنا. إيه هي؟ لازم نفرق بين إنك تتقبل ذاتك، يعني مثلا واحد يتقبل شكل جسمه، وبين إنه يقبل الوضع ده خلاص ويستسلم وما يحاولش يغير للأحسن لو التغيير ده ممكن ومطلوب. في فرق. فهمت. يعني مش استسلام. طيب، فهم الذات وتقبلها مهم، بس إزاي ده بيصطدم بقى بواقع وتحديات العصر الحديث؟ المصدر بيتعمق في النقطة دي، الفردانية والحرية المطلقة مثلا. هنا بقى النقطة بتوضح إن الفردانية الزايدة دي والتركيز المبالغ فيه على الحرية المطلقة ممكن يكون ليها جانب سلبي، ممكن تقلل إحساس الأمان الحقيقي في العلاقات. يعني كأن في تعارض، حرية زيادة مقابل أمان أقل. إلى حد ما والمصدر بيشير كمان لنقطة خطيرة: إزاي الثقافة الاستهلاكية عملت من الموضة زي إله جديد، هي اللي بتحكم اختياراتنا وقيمنا أحياناً. إله جديد؟ تقيلة دي. وده بيخلي العلاقات سطحية شوية، التركيز بيبقى على المظهر أكتر من الجوهر بكتير. السطحية دي بتودينا لفكرة تانية طرحها المصدر، وهي التعاقدية في العلاقات. دي معناها إيه بالظبط؟ التعاقدية دي يعني العلاقة بتتحول لمعادلة جافة قوي، حقوق وواجبات وبس. زي عقد شغل مثلا؟ بالظبط، زي عقد تجاري، ما فيهوش بقى مساحة للفضل، للتراحم، للإنسانية اللي بجد. وده بيجردها من روحها تماماً. مرتبط بده فكرة الترشيد أو الإفيشنسي. الكفاءة يعني. أيوة، الكفاءة المطلقة اللي ممكن تقتل الجانب الإنساني في التعامل. زي المثال بتاع المستشفيات لما يتعاملوا مع المرضى كأنهم أرقام. هو ده بالظبط. أو حتى في خدمة العملاء ساعات تلاقي التركيز كله على إنه يخلص المكالمة بسرعة بدل ما يحل المشكلة فعلاً. للأسف بنشوف ده. النقطة الأخطر بقى اللي بيشير ليها المصدر هي تأثير تقنيات الوصول السهل دي، تطبيقات التوصيل والمواصلات والحاجات دي. دي سهلت حياتنا جدا طبعا. صحيح، سهلتها بشكل مذهل، مفيش كلام. لكن في المقابل قللت اعتمادنا على بعض، قللت حاجتنا المباشرة لبعض. ودي نقطة فعلا محتاجة وقفة. الحكاية بتاعت الراجل العجوز اللي عاش 114 سنة وقال إن كل الناس دلوقتي ونعم عشان كل واحد فلوسه في جيبه ومش محتاج لجاره، دي تلخص كتير قوي. جدا، بتلخص ضعف الروابط الاجتماعية اللي ممكن يحصل. ليه؟ لو حاجة مضايقاك في علاقة، الأسهل تستبدلها بدل ما تحاول تصلحها. زي ما بنعمل مع الموبايلات والأجهزة. البلاند obsolescence زي ما بيقولوا. بالظبط.
ده غير إنها خلقت ثقافة الإفصاح الزائد عن اللزوم، كله بقى على المشاعر، وده بيغير طبيعة الخصوصية نفسها وبالتالي شكل العلاقات. واضح إن في زي تيارين عكس بعض بيتشرحوا هنا. نظرة قيمية متأصلة عندنا ليها علاقة بالدين والثقافة، وبتركز على التراحم والفضل وعلاقة الإنسان بربه. ونموذج تاني معاصر بيميل أكتر للمادية والفردانية والتعاقدية دي، والمصدر بيقول إننا ممكن نكون خليط من الاتنين دول. تماما. هو مش بيقدم إجابات قاطعة قد ما بيطرح الأسئلة دي علينا. المقارنة الضمنية دي بتخلي الواحد يفكر فعلا في وضعه الحالي، إحنا متأثرين بإيه أكتر؟ وده بيوصلنا للسؤال الأخير والمحوري اللي المصدر بيسيبه لنا نفكر فيه. وهو السؤال عن الموازنة الصعبة دي، صح؟ بالظبط. في عالم بيدفع بقوة ناحية الاستقلالية، الفردانية، العلاقات السريعة القايمة على المنفعة والتعاقد، إزاي ممكن نحافظ على عمق علاقاتنا الإنسانية الحقيقية؟ ده سؤال المليون جنيه زي ما بيقولوا. فعلا. إزاي نلاقي التوازن بين احتياجاتنا الفردية، وهي مشروعة طبعا، وبين ضرورة الترابط الحقيقي اللي قايمة على الفضل والتراحم، مش بس على الحقوق والواجبات الجافة دي؟ سؤال مفتوح ومهم جدا. إزاي نتعامل مع اللي المصدر سماها نفايات الحداثة في علاقاتنا؟ إزاي نعمل ده من غير ما نفقد إنسانيتنا نفسها؟ ده يمكن أهم سؤال نخرج بيه ونفضل نفكر فيه بعد جولتنا دي في الأفكار اللي سمعناها.